ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض أكلة حلوة قوي ولذيذة، وتنفع معاكي في رمضان وتنفع معاكي في العزومات. هي سهلة خالص. هنعمل سجق، جلاش بالسجق. لو عندك لفة جلاش وعندك نص كيلو سجق، هنعمل أحلى صينية جلاش بطريقة سهلة بمكونات سهلة. مفيش فيها أي حاجة صعبة خالص، هي بالعكس سهلة خالص. بس أول حاجة يا بنات هنا هنعملها، احنا معانا نص كيلو من السجق. انا مش هستخدمه ني، انا هعمله هديله غلوة في المية. انا هجيب هنا مية مغلية وهضيف فيها ورق لورا، زي ما تحبي اي حاجة عايزة تضيفيها في المية ضيفيها. بس انا هنا ضفت بس ورق لورا فيها، لان السجق بيبقى فيه بهارات، فيه مكونات كتيرة جدا، فانا مش عايزة اغير من الطعم، انا عايزة بس اديله غلوة تنزل الريم منه. ولو كان فيه، لانه طبعا هو بيبقى معروض عند الجزار مكشوف وكده، فانا بحب ان انا اديله غلوة كده، مش بحب استخدمه ني خالص. انا هنا اديته غلوة واحدة بس لحد ما يطلع الريم بتاعه. كده خلاص احنا هناخده ونديله شطفة بالمية تحت الحنفية، وهنبدأ ان احنا نقطعه قطع صغيرة، مش هستخدمه زي ما هو كده. هنا خلاص كده هو هياخد الغلوة بتاعته، وهيبدأ ان هو يطلع ريم كده. طبعا احنا مش عايزين المية دي خالص، احنا هنستغنى عنها وهنشطفه، هنديله شطف كده تحت الحنفية. وهنستغنى خالص عن المية ديت، وهنبدأ ان احنا نقطعه قطع صغيرة. وزي ما شفتوا كده في اول الفيديو، احنا طبعا مجهزين معانا البصل، مقطعينه قطع صغيرة. عايزة تفرميه، عايزة تقطعيه قطع، عايزة تعملي كل اللي انا عملته ده جوليان. زي ما تحبي القطع بتبقى معاكي ايه، بس انا حبيت ان انا اقطعها قطع كده مكعبات. هنا خلاص انا شطفته بالمية، وهنبدأ بقى ان احنا نقطعه مع بعض. واحنا طبعا مجهزين خضارنا وحاجتنا قبل الفيديو عشان مطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. هنا قطعنا السجق بالحجم اللي انت حابة تقطعيه قطعي، انا حبيت هنا ان انا اقطعه بالحجم ده عشان يستوي معايا بسرعة. هنا خلاص انا بعد ما شطفته وقطعته، وطبعا احنا مجهزين الخضار معانا. بصلة متوسطة الحجم، عدد 3 حبات من الطماطم. وهتبدأي ان انتي تقطعي فلفل، عندك فلفل الوان ضيفي، انا حطيت هنا بس قرن فلفل حامي، ده طبعا اختياري لو بتحبي حامي. و2 قرن فلفل رومي. وهنا نبدأ بقى معانا في الطاسة او في صينية زي ما تحبي تعمليه على النار، وهنحط معلقة من الزبدة او من السمنة، وهتكملي بزيت. وهنا نبدأ ان احنا هندي تشويحة كده بمعلقة توم مفروم. تبدأي ان انتي مش هتديله لون، انت هتديله بس تشويحة كده، وتنزلي بالخضار بتاعك. هتدي للخضار كل نوع صدمة كده لحد ما ينزل ميته. هنا خلاص التوم بدأ ان هو خلاص دبل معانا، ومش هنديله لون، لا احنا هنديله ان هو يدبل كده ويطلع ريحته. وكده خلاص هننزل بقى بالبصل، هنديله تشويحة. مش طبعا مش هنخليه ياخد لون برضو، احنا هنخليه كده يبدأ ان هو يدبل معانا ويبدأ كده ان هو يبقى شفاف. زي ما انتم شايفين كده قدامكم يا بنات، خطوات قدامكم خطوة بخطوة. وجبة سهلة قوي، ووجبة خفيفة تنفع عشاء وتنفع غدا وتنفع معاكي في العزومات، وتنفع برضو لو جالك ضيف فجأة. بصراحة وصفة حلوة قوي، ومن الوصفات السهلة اللي انت هتحبي تعمليها في العزومات، وهتنفعك في رمضان طبعا. هنا خلاص انا اديته يا بنات كده تشويحة لحد ما بقى دبل معايا وبقى شفاف. هنزل بالفلفل الحامي، اديله برضو تشويحة كده مع الفلفل الالوان.
كل نوع خضار انت هتنزليه تديله كده تشويحة لحد ما يدبل وياخد وقته في السوا. هنا يا بنات اللي مش بتحب ان هي تحط طماطم في الوصفة دي ممكن تستغنى عنها، وممكن ان انتي تحطي بدل الطماطم تحطي اي خضار انت تحبيه، بس انا هنا حبيت ان انا احط الطماطم مع الخضار ده، بتديله لون كده وبتديله طراوة، بيبقى حلو قوي. هنا خلاص احنا شوحنا الفلفل الالوان بتاعنا. انا كان عندي متاح الفلفل الاخضر والفلفل الحامي بس، هنديله تشويحة كده برضو لحد ما يدبل معانا. مش هنسويه سوا، لا احنا هنخليه يدبل كده، وهنبدأ ان احنا ننزل بعد كده بالطماطم بتاعتنا، نديها برضو تشويحة كده لحد ما تدبل معانا. طبعا احنا لسه محطناش بهارات ولا لسه حطينا السجق، احنا هندي بس له الخضار صدمة لحد ما هو ينزل ميته، وهنبدأ ان احنا ننزل بالسجق يستوى ان شاء الله مع بقية كمية الصوص اللي هينزل من الخضار. كده خلاص الخضار بتاعنا يا بنات نزل ميته واستوى معانا. انا مش عايزة ان انا اهريه، لا انا عايزة الخضار يبقى واضح فيها في الوصفة ديت. هنا هننزل بقى بالسجق معانا كده، تبدأ ان انت توسعي كده للسجق حتى ان هو ياخد صدمة. هبدأ ان انا احط حتة زبدة صغيرة ان انا انزل فيها السجق، وهتنزلي كده السجق ياخد تشويحة كده وصدمة، وتقلبي في الخضار يستوي مع بعضه. هنسيبه كده بقى ياخد صدمة، وننزل بالبهارات بتاعتنا. معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة ملح، معلقة بابريكا، معلقة كركم، معلقة من الكاري، 2 ورق لورا. دول طبعا احنا هنديهم تشويحة كده وهنشيلهم قبل ما نحطهم في الجلاش او في الحشو. ده الحشو بتاع الجلاش يا بنات. احنا هنا حطينا معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر. طبعا دي البهارات اختياري، ممكن تستغنى عن الخطوات دي كلها، البهارات دي كلها، وتجيبي من عند العطار بهارات سجق او 7 بهارات وتحطي ملح وفلفل فقط. بس هنا ما كانش متاح عندي 7 بهارات، فحطيت البهارات اللي انت شفتوها دي. بهارات دي اختياركم يا بنات، انتوا اللي تحبوا تحطوه حطوه في اي وصفة انتوا تعملوها. هنا طبعا احنا هندي التشويحة دي ونقلبها كده لحد ما السجق والوصف او الحشو يستوي معانا. كده خلاص يا بنات احنا خدنا الوقت بتاعه في السوا، ونزل الصوص بتاع الخضار وصوص السجق. خلاص احنا هنا نشيل بقى الورق اللورا ده قبل ما نحط في الحشو الجلاش. احنا خلاص خدنا النكهة بتاعته ونزلت النكهة بتاعته في الحشو بتاعنا خلاص، فهنشيله نستغنى عنه خالص. وهتبدأي طبعا ان انت تكوني مجهزة الصينية بتاعتك والورق بتاعك بتاع الجلاش، هتكوني برضو مطلعاه كده يفك، او لو هو مش مجمد. كده خلاص الحشو بتاعنا بقى جميل وجاهز، هنبدأ بيه ان احنا ان شاء الله نجهز بقى بقية الوصفة. هنا لفة جلاش معايا دي ½ كيلو، هبدأ ان انا افكها كده والفها في فوطة او اسيبها بالكيسة بتاعتها. وطبعا يا بنات هيكون طبعا احنا مجهزين دي بولة فيها نص زيت ونص زبدة سايحة. عايزة تحطي زبدة بس حطي، عايزة تحطي سمنة بس حطي، عايزة تضيفي زيت بس انتوا راحتك. هنا طبعا احنا مركزت بين الزيت والزبدة. وهنبدأ ان احنا ندهن الصينية بتاعتنا ونحط فيها رقة طبقة من الجلاش.
معلش يا بنات ان انا بصور بايد وماسكه بستخدم ايد في التصوير وبستخدم ايد في الوصفه، فهنا هتلاقوا بعض اللقطات كده مش بتبقى موجوده. هتبدأي ان انت تحطي طبقه من الجلاش وتدهني بين كل طبقه وطبقه من الميكس اللي احنا عملناه ده، الزبده والزيت. هتعملي بين كل طبقة وطبقة 3 رقات من الجلاش، وبين كل طبقة وطبقة تدهني من الزبدة. لازم يا بنات عشان يطلع معاكي مقرمش ويكون مورق لازم تدهني بين كل طبقة وطبقة من الزبدة والزيت. كده خلاص، دي اخر طبقة احنا هنحطها من الصينية من تحت. وهتدهني دهنة بسيطة كده وتنزلي بقى بالحشو بتاعك، ايا كان بقى، عندك فراخ عندك لحمة مفرومة تعصجيها وتعملي نفس الوصفات دي. تستبدلي بقى مكان السجق ده اي خضار، اي لحمة، جمبري، تعملي مكان السجق ده اي خضار او اي لحوم انت تحبيها. ممكن تعملي برضو بالجبن بيبقى حلو قوي. ممكن برضو بنات تعملي الوصفة ديت تضيفي ميكس جبن موتزاريلا او جبنة مبشورة رومي، بس انا هنا حبيت ان انا اعمله كده بس ما احطش فيه جبن. هنا خلاص احنا حطينا الحشو بتاعنا، وهنبدأ ان احنا برضو نعمل الطبقة اللي فوق. هتعملي برضو نفس الموضوع اللي احنا عملناه تحت ده، هتحطي فوق، هتحطي برضو بين كل طبقة وطبقة تدهني بالزبدة، تدهني بين كل طبقة وطبقة زبدة عشان يبقى مورق معاكي ويكون لونه كده ذهبي ويبقى مقرمش. دي اول طبقة احنا عملناها كده ودهناها خلاص. هنبدأ ان احنا ننزل بالطبقة التانية وكملي باقي الطبقات بالجلاش بنفس الطريقة اللي احنا عملناها ديت. هنا يا بنات هقول لكم على خلطة كده انتوا ممكن تعملوها، بتخلي الجلاش معاكي يبقى مقرمش ومستوي وحلو قوي. ممكن تخلطي بيضة مع كوباية لبن مع رشة فلفل وتكبيها على صينية الجلاش بتاعتك قبل ما تدخليها الفرن، وكده هيكمل سوا مع بعضه في الفرن. فانا هنا عملت الوصفة ديت معاكم، حطيت استبدلت بدل ما احط لبن وبيض وكده على الوصفة، لا انا هنا حطيتها في الفرن زي ما هي كده بالزبدة والسمنة. وبعد ما خرجتها نص سوا كده من الفرن، ضفت عليها كوباية شوربة، اي شوربة موجودة عندك انت ممكن تحطيها تستخدميها في الوصفة عادي. انا هنا ضفت كوباية من الشوربة على الجلاش بعد ما خلصته. هنا انا بسوي الاطراف كويس وببدأ ان انا اشبعها من الزبدة والزيت قبل ما احطها الفرن. تبدأي طبعا ان انت تعمليها الشكل اللي انت حباه بالسكينة عشان لما تخرجيها تعرفي ان انت تتحكمي في الخرطة او في التقطيع. حابة تعمليها شكل مثلث اعمليها، حابة تعمليها زمان عملتها كده، الشكل اللي انت حابة تقطعي بيه او الطريقة اللي انت حابة تقطعي بيها اعمليها. ودي يا بنات اسهل وصفة ان انت تعمليها بالجلاش، انت تحشيه اي حشو انت حابة تعمليه. انا هنا كده خلاص خلصتها، هندخلها الفرن. وهنا خلاص هنا طلعتها يا بنات كده وهي نص سوا، خدت وش بس بسيط كده. هبدأ ان انا انزل عليها بكوب من الشوربة
أي شوربة عندك، شوربة لحمة، شوربة فراخ، أي شوربة انتي موجودة عندك ضيفيها. حابة تعملي الطريقة دي اعمليها، هي بتطلع ممتازة برضو. ترجعيها الفرن بعد اللي انا عملته ده، بعد كوباية الشوربة. هنا خلاص بعد ما انا طلعتها، حابة ان انت تضيفي قبل ما تدخليها الفرن كوباية اللبن مع البيضة مع رشة الفلفل، برضو بيطلع ممتاز وبيطلع معاكي جميل قوي، وبيطلع كله لون واحد. وبألف هنا وشفا على اللي هياكل من ايديكم يا بنات، وانتوا بنات شطار وان شاء الله تعملوا احلى وصفات من ايديكم. وهنا يا بنات بيكون خلصته. بألف هنا وشفا، كان جميل جدا، واكون كده خلصت الفيديو معاكم. ويا ريت يكون خفيف كده ويعجبكم وتكونوا تستفدتوا منه يا بنات. اتمنى ان انتم ما تستخسروش فيا اللايك وتستخسروا الاشتراك. واتمنى يا بنات لو انتوا جربتوه بالطريقة دي وعجبكم تكتبوا لي في كومنت